بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قصر الأمير صالح بن مسفر بن حابش الغامدي من قرية القرن قبيلة بني ظبيان. والشيخ صالح بن حابش من المناصرين للدولة السعودية الأولى والثانية. ناصر الإمام عبد الله بن سعود، وشارك في كثير من المعارك ضد حملات الأتراك وقوات محمد علي باشا. ومن المعارك التي شارك فيها معركة بسل، وكذلك معركة القنفذة وتربة وحصن بخروش مع قبائل غامد وزهراء. وكذلك وردت عدة معارك ضد الأتراك تذكر مشاركته فيها، مثلا كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. والحقيقة أن المصادر شحيحة بمعلومات عن هذا الأمير الفارس، حتى أنها لم تذكر وفاته وفي أي سنة توفي رحمه الله. ورد اسمه في وثيقة مؤرخة سنة 1222 هجري، وذكر فيها بأنه أمير غامد. طبعا هذه عدة الزوايا من القصر، قصر الأمير صالح بن حابش. والقصر يحتوي على عدة أجنحة، وكذلك حصن في الأمام تهدم جزء منه. ويحتوي أيضا القصر على عدة مزارع في جانب القصر، وبادوك واسطبل الخيل ومداخل ومخارج سرية. من القصص والقصائد التي ترثي هذا الأمير قصيدة لرجل من بني كبير اتهم في قتل رجل آخر، ولم يكن هو القاتل، فما وجد له طريقة يخلص نفسه من الاتهام، فهرب إلى قبيلة مراد في اليمن، فقال أبيات يرثي فيها الأمير بن حابش وأنه لو كان على قيد الحياة لخلصوا من هذا الاتهام بعدله وحكمته رحمه الله. يقول الشاعر في الأبيات هي على الشقر، يقول: ليت ابن حابش فالبقى وانشر علومي عليه، أما يقول مخطين يا قابوس وارضى بقوله، ولا يرد أهل الخطا عنا وذاك المرادي. ويقول في الرد: يا حانيات الجعد لا تندبون إلا عليه، حاكم وعارف والذي يخطون درب يجله، لو كان حي ما حدا التلف ويلا مرادي. رحمهم الله جميعا. هذه منطقة مبسطة، وهذا هو القصر من الزاوية الأخرى. أطيب من اللؤلؤ والياقوت، وعلى الخصم سيف يجعل أعداه منصاع، وعلى الخصم سيف يجعل أعداه منصاع. يوم أن العراق أصبح من الخيل مشتوت بسفيان بن عوف، انتهى الظلم والأوجاع، وابن حابش اللي لبس الترك ثوب الموت حزم وصاحب غامر دوجات تفزع. على باشة الأتراك يوم ارتفع الصوت، قضينا على الترك وقضينا على اطماع، قضينا على الترك وقضينا على اطماع. في رغدان سكنا الميعاد وسط تابوت، والسمره والتلبر تدخل في قلبها الراع. وفي معركة بسل اسمنا بالظفر منحوت، وقفنا وفزعتنا تجي في ربع ساعة، مع مؤسس الدولة وقفنا كبار